بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا هو المجلس الأول من الكتاب الذي قلت أننا سنبث عنه أو بعض البثوث إن شاء الله نتكلم فيه عما في هذا الكتاب، ألا وهو كتاب مواعظ الصحابة ووصاياهم، وهو هذا الكتاب. وقبل البدء عن هذا الكتاب أنوه أنني أنوي إن شاء الله قراءة هذه الكتب الثلاثة، وهي كتب إن شاء الله أرى أنها تصلح أن تقرأ على العامة، وأيضا فيها خير كثير إن شاء الله. أما الكتاب الأول وهو الذي سنبدأ به وهو وصايا الصحابة أو مواعظ الصحابة ووصاياهم، والثاني اسمه زوجات الصحابة رضوان الله عليهن، والأخير وهو بنات الصحابة في عصر النبوة. طبعا أنا اخترت أن أبدأها هكذا بهذا الترتيب: المواعظ ثم الزوجات ثم البنات. هذا الكتاب وهو مواعظ الصحابة ووصاياهم من طباعة المكتبة التوفيقية، وهي أمام الباب الأخضر سيدنا الحسين، تأليف لأخونا هاني الحاج. الكتاب ليس بكتاب ضخم، إنما هو كتاب لطيف، هو بالضبط بالفهرسة لكل شيء 336 صفحة أو 30 صفحة. اختار وصايا لبعض الصحابة رضوان الله عليهم كما سنقرأ الآن، لما أصلا ألف هذا الكتاب في مقدمته إن شاء الله، ولكن هذا تعريف عام بالكتاب. طبعا الكتاب من طباعة جيدة، والخط جيد أيضا، والورق أبيض وطباعة سوداء. وفي الفهرس تجد أن الفهرس 6 صفحات ليس بقليل. بدأها بوصايا سيدنا أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم باقي العشرة، ثم وصايا عبد الله بن مسعود، ثم وصايا أبي الدرداء، ثم وصايا أبي ذر الغفاري، ثم وصايا معاذ بن جبل، ثم بلال، ثم زيد بن ثابت، ثم أبي هريرة، ثم حذيفة، ثم عتبة بن غزوان، ثم وصايا سلمان الفارسي رضي الله عنهم جميعا، ثم وصايا عمرو بن العاص، ثم وصايا عمار بن ياسر، ثم وصايا أبي موسى الأشعري، ثم وصايا أبي بن كعب، ثم وصايا جملة من الصحابة، وهؤلاء هم أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري وجندب بن عبد الله، ووصايا أبي أمامة الباهلي رضي الله عنهم جميعا، ووصايا شداد بن أوس وعبد الله بن بسر وعبد الله بن الزبير. وأيضا تكلم عن وصايا سيدنا العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، ثم تكلم أيضا عن وصايا عبد الله بن عمر، ثم وصايا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم جميعا، ثم وصايا ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما. ثم ختم هذا الكتاب بوصايا الزكية الطاهرة أم المؤمنين أمنا رضوان الله تعالى عليها، عائشة الصديقة بنت الصديق. وسيدة عائشة طبعا صاحب كتاب بنات الصحابة في عصر النبوة بدأ بها رضي الله تعالى عنها. هذا فكرة مع الكتاب، والآن ندخل ونقرأ في الكتاب. طبعا أخونا هاني الحاج أظنه تقريبا هو الذي يمسك الآن المكتبة التوفيقية، والرجل له شغل بالحديث، إذا ذكر الأحاديث فغالبا إن لم تكن بنصها في كتب ودواوين السنة فإن معناها موجود بها. وأيضا أظن أن الكتاب موجود على الإنترنت، فربما من يسمعني يستطيع أن ينزل هذا الكتاب يتابع معي في القراءة. القراءة ستكون قراءة سردية، وربما أعلق على بعض النقاط الواردة في هذه الوصايا. إن شاء الله سأتكلم أو سنقسم هذه المجالس على ما يريده الله جل وعلا كما سترون. كما قلت أنه إن شاء الله نقرأ ال3 كتب السابق ذكر أسمائهم. أقول: قال المؤلف حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم.
أولئك أتباع النبي وحزبه ولولاهم ما كان في الأرض مسلم ولولاهم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم ولولاهم كانت ظلاما بأهلها ولكن هم فيها بدور وأنجم. ابن القيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الصحابة الأبرار كما تعلمون هم حملة الإسلام وحفظته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله لصحبة نبيه ونشر رسالته من بعده، عدلهم وزكاهم ووصفهم بأوصاف الكمال في غير ما آية من كتابه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. نوع فريد من الرجال عدول ثقات صالحون لم تعرف البشرية لهم نظيرا، قمة في التقى والورع، آية في التجرد والإخلاص، مشعل العلم والعمل، نبراس في الدعوة إلى الله. تالله لقد وردوا لماء عذب زلالا وأيدوا قواعد الإسلام فلم يدعوا لأحد مقالا. فتحوا القلوب بالقرآن وفتحوا القرى والمدائن به وبالسنام. هم أنصار الدين في مبدأ نشأته، بذلوا المهج يوم بخل أهل الدرهم بدراهمهم. رجال المغازي يوم يندس المغمورون في ثيابهم. هم لله عز وجل قلوب وأبدانا ودماء، هم لله عز وجل قلوبا وأبدانا ودماء وأموالا. لم يجعلوا همهم حشو البطون ولا الإغراق في النعم. حفظوا الشرع من أهواء الزائغين وحملوا الملة من زيف المناوئين. شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، حملوا الوحيين وحضروا البيعتين. ومنهم من صلى إلى القبلتين، يعني قبلة يقصد المسجد الأقصى قبل أن تحول القبلة إلى المسجد الحرام كما هو معروف، والآيات في سورة البقرة: فلا نولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. كل له هم وهمهم رفعة لا إله إلا الله، وكل له قصد وقصدهم الجليل في علاه أو قصدهم الجليل في علياه. خرجوا من أموالهم لله ولرسوله فما شفى ذلك لهم غليلا، فأبوا إلا أن يقدموا الجماجم ويسيلوا الدماء ويتعذبوا العذاب في ذات ربهم، فرضي الله عنهم وأرضاهم وأكرم في الجنة مثواهم. فمن كان متأسيا فليتأسى بهم. نعم، قال: فمن كان متأسيا فليتأسى بهم، فهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا وأقومهم هديا وأحسنهم حالا. هذا وقد رأيت أن أجمع مواعظهم وحكمهم ووصاياهم لما اشتملت عليه من الصدق في النصح والعمق في الفهم وإصابة للحق، لكي تكون نبراسا للسالكين وهدى للمسترشدين. وهذا الغرض الذي من أجله كتب أخونا هاني هذا الكتاب. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع به على أكمل وجه، وكيف لا وهم الذين ورثوا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وكتبه هاني الحاج.
مواعظ ووصايا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه صديق هذه الأمة، إنه الصديق عبد الله بن أبي قحافة، الرفيق في درب الهجرة، ثاني اثنين إذ هما في الغار، المنفق ماله كله في سبيل الله عز وجل، المستسلم القلب لله ورسوله، فما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ولا سأله لما، الحاضر العقل يوم طاشت عقولا بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفيق الحياة والممات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الناس إسلاما، من الدعاة إلى الله عز وجل، أسلم على يده 5 من المبشرين بالجنة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخونا هاني هنا قدم لك ببعض هذه المناقب لهذا الصحابي الجليل أبو بكر رضي الله تعالى عنه. في الهامش يقول: وانظر ترجمته، يعني ترجمة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في كتاب، يعني في كتاب أخونا هاني، صور ومواقف رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. هذا الحديث أصله في الصحيحين. وقال فيه عمر رضي الله تعالى عنه: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. وقال أيضا: لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتقدم قوما فيهم أبو بكر. وقال فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنه: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين. ندخل الآن في وصاياه رضي الله عنه. طبعا أخونا هاني جزاه الله خيرا يأتي بالوصية ويعنون عليها عنوانا، فهذه الوصية عنون عليها: قال: أيها الناس استحيوا من الله عز وجل. عن الزبير أن أبا بكر قال: يا معشر الناس استحيوا من الله، فوالذي نفسي بيده إني لا أظن حين أذهب إلى الغائط في الفضاء مغطيا رأس استحياء من الله عز وجل. يعني يقول لك: أنا لما أذهب لقضاء الحاجة أنا بغطي وجهي أو رأسي استحياء من نظر ربي جل وعلا. فرضي الله عن أبي بكر. ولنقل للناس: استحيوا من الله عز وجل في عظائم يفعلها كثير منا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن عمرو بن دينار قال أبو بكر: استحيوا من الله، فوالله إني لا أدخل الكنيف يعني الحمام. قال: إني لا أدخل الكنيف فأسند ظهري إلى الحائط حياء من الله عز وجل، يعني يريد أن يتستر من هذا الأمر الجبلي في الناس. فلهذا يعني رضي الله تعالى عنه، هؤلاء جيل هم خير جيل قطعا بعد الأنبياء عليهم جميعا صلاة ربي وسلامه. الموت أهون مما قبله. عن سفيان بن عيينة قال: كان أبو بكر الصديق إذا عزى رجلا، إذا ذهب إلى رجل يعني يعزيه في وفاة أحد مات له، قال: ليس مع العزاء مصيبة وليس مع الجزع فائدة، الموت أهون مما قبله وأشد مما بعده، واذكروا فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصغر مصيبتكم وأعظم الله أجركم. هذا فيه وصية جميلة للتصبر. رضي الله عنه كان إذا ذهب إلى أحد يعني يقول له: ليست المشكلة في الموت، إنما المشكلة فيما بعد الموت، والموت في حد ذاته ليست يعني هذا الذي نبكي عليه أمد الدهر. وإذا أردت أن تصبر نفسك وتذكر هذه البلوى وتظن أنها بلوة عظيمة، فانظر إلى فقدنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تصغر مصيبتكم ويعظم الله جل وعلا أجوركم. وصيته رضي الله عنه لجيشه. عن أبي عمران الجويني أن أبا بكر بعث جيوشا إلى الشام وأمر عليهم يزيد بن أبي سفيان. قال: إني موصيك ب10 خلال، 10 صفات، 10 خصال. قال: لا تقتل امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما، ولا تقطع شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقر شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة،
ولا تفرقن نخيلا ولا تحرقن ولا تغلل ولا تجبن. الله أكبر. هذا فيه رد على هؤلاء الحمقى الذين يقولون أن الغزوات الإسلامية كانت يعني ما يسمونه إرهابا وكذا، وهذا الأمر ليس له صحة أصلا، بل في شريعة الإسلام لا يجوز قتل المرأة. الآن في دساتير العالم كلها أنك في ميدان الحرب اقتل كل ما على الأرض، اقتل كل ما على الأرض. والحروب الصليبية ليست منكم ببعيد. من أراد أن يعلم ماذا كان يفعل هؤلاء لما كانوا يدخلون بلاد المسلمين، وماذا كان يفعل المسلمون لما كانوا يذهبون بإيصال هذا الدين. وهذه وصية خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني أبو بكر رضي الله عنه. قال وصيته رضي الله عنه بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر قال قال أبو بكر ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. يعني أنت لما تحسن لأحد من آل البيت رضي الله تعالى عنهم إنما انظر إلى هذا الأمر أنك تحسن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أساء منهم أحد تجاوز عنه كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلاح الناس بصلاح أئمتهم. عن قيس بن أبي حازم قال دخل أبو بكر على امرأة من أحمس أظنها قبيلة يقال لها زينب، هذه المرأة اسمها زينب، فرآها لا تتكلم فقال ما لها لا تتكلم؟ فقالوا حجت مصمتة. قال لها تكلمي فإن هذا لا يحل. أظنها يعني والله أعلم أنها يعني نذرت أنها لا تتكلم أو شيء لهذا، فقال لها تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت فقالت من أنت؟ قال امرؤ من المهاجرين. قالت أي المهاجرين؟ قال من قريش. قالت من أي قريش؟ قال إنك لسؤول كثيرة السؤال، أنا أبو بكر. قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية. يعني احنا كم سنظل في هذا الخير بعد ما كنا فيه من الشر من الجاهلية، مما كنا فيه من ظلم وغير ذلك من الضلالة قبل مجيء الإسلام. قال بقاؤكم عليه ما استقامت أئمتكم. كانت ذكية. قالت وما الأئمة؟ من هؤلاء هم الأئمة؟ قال أو ما كان لقومك رؤساء وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت بلى. قال فهم أولئك الناس، يعني الذين لهم الولاية على الناس، الذين يأمرون الناس بالخير ومثل هذه الأمور، هؤلاء هم الأمراء. وإن كان يقصد بالأمراء أيضا الرؤساء الدول والملوك وهكذا. فيقول صلاح الناس بصلاح أئمتهم، وبقاء هذا الخير بالصلاح في الراعي والرعية. قال يقبض الصالحون الأول فالأول. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقبض الصالحون الأول فالأول حتى يبقى من الناس حثالة كحثالة التمر والشعير لا يبالي الله بهم. نسأل الله عز وجل ألا نكون في عصر فيه أناس مثل هؤلاء. يا ليت أبا بكر مثلك. هذه حقيقة كلمات يعني كلمات شديدة والله العظيم. لو الواحد يعني عنده قلب حقيقي لانفطر لما ستسمعون الآن من كلام أو من لسان رجل كالصديق رضي الله تعالى عنه. عن معاذ بن جبل قال دخل أبو بكر حائطا يعني حديقة، وإذا بدبسي طائر من نوع من أنواع الطيور في ظل شجرة. هذا الطائر موجود على هذه الشجرة. فتنفس الصعداء يعني أبو بكر صدق يعني هذه النهتة يعني. فتنفس الصعداء ثم قال طوبى لك يا طير تأكل من الشجر وتستظل بالشجر وتصير إلى غير حساب. يا ليت أبا بكر مثلك. الله أكبر. أبو بكر يقول ذلك وهو الذي قال لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم يدعى بعضكم من الأبواب الجنة الثمانية، فقال أبو بكر يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. يقول مثل ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي بشر بالجنة يقول يا ليت أبا بكر مثلك.
قلت والله العظيم يا جماعة، والله هذه الكلمات حقيقة لمن كان له قلب يجب أن يتفطر. يعني هذا هو أبو بكر يقول مثل ذلك، ماذا نقول نحن؟ الله المستعان. اللهم اجعلني خيرا مما يظن. والله يا إخوة كلام أبو بكر الصديق هذا كلام شديد جدا. يعني أبو بكر هذا الجبل الأشم، هذا أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، يقول ما سمعتم وما ستسمعون الآن. عن الأصمع قال كان أبو بكر إذا مدح قال اللهم أنت أعلم مني بنفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون. نحن الآن إذا لم تمدح يعني أخذت على الناس وكيف لا يمدحونني وكيف وكيف وكيف. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول اللهم أنت أعلم مني بنفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون. وكان أيضا يقول لوددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن. والله يا جماعة كلام شديد جدا. وقال أيضا وددت أني خضرة تأكلني الدواب، رضي الله عن الصديق. قوله رضي الله عنه في قصر الأمل. عن ثابت البناني رضي الله عنه، هذا أحد التابعين، أن أبا بكر كان يتمثل بهذا الشعر: لا تزال تنعى حبيبا حتى تكونه، وقد يرجو الفتى راجيا يموت دونه. لا حيلة للطبيب مع الموت. وقيل له في مرضه لو أرسلت إلى الطبيب، قال قد رآني. قيل فما قال لك؟ قال إني فعال لما أريد. الله أكبر الله أكبر. يعني سيدنا أبو بكر الصديق كان مريضا، فقيل له ألا ننظر لك طبيبا، نوديك المستشفى، يعني نجيب لك الطبيب. قد رآني. قالوا له وماذا قال لك؟ قال فعال لما أريد، يعني يقصد ربه جل جلاله. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. وقال رجل له والله لأشتمنك شتما يدخل معك قبرك. رجل جاء الصديق رضي الله عنه يقول له أنا حشتمك شتيمة، هذه الشتيمة حتدخل معك القبر. انظر إلى رده رضي الله تعالى عنه. قال معك والله لا يدخل، معك والله يدخل لا معي. فلما ستفعل هذا الأمر سيدخل عليك أنت لا علي أنا. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. من كن فيه كان خيار عباد الله. اسمع إذا أردت أن تكون من أحسن خلق الله، اسمع لهذه الوصية منه رضي الله تعالى عنه. قال رضي الله عنه 4 من كن فيه كان خيار عباد الله، يعني من أفضل عباد الله: من فرح لتائب واستغفر لمذنب ودعا لمدين وأعان المحسن على إحسان. أعيد. قال 4 من كن فيه كان خيار عباد الله: من فرح لتائب واستغفر لمذنب ودعا لمدين وأعان المحسن على إحسانه. وها قد أذن العشاء، والحديث بقية إن شاء الله في المجالس القادمة. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.